اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده من الحلقات الحلوه جدا اللي هتكلم فيها عن حاجه موجوده عندك في كل بيت وليها استخدامات كتيره جدا انت يمكن ما تعرفهاش. حاجه اول ما تفتحي اي درج او اي حته هتلاقيها موجوده، سعرها يعتبر مش كتير، بس انا النهارده هقولك كميه استخدامات هتوفر لك فلوس ومنتجات وحاجات كتيره تاني جدا ممكن تشتريها، بس لو ركزتي على الحاجه اللي معاكي. علشان تعرفوا ايه الاستخدامات المهمه، وفي تحذير مهم جدا هحذركم من 4 حاجات ما ينفعش نستخدم بيهم الحاجه دي. علشان تعرفوا كل الحاجات دي خليكم معايا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش لايك الفيديو، لو انت جديد معانا اهلا وسهلا بيك، ما تنساش سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول. وطبعا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. النهارده هكلمكم عن الحاجه المشهوره جدا وهي الفازلين. الفازلين منتشر في كل بيت واصبح ليه حاليا استخدامات واسعه جدا يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. الفازلين علشان سعره قليل وعلشان هو منتج اثبت كفاءته في حاجات كتير، فيعتبر من افضل الحاجات اللي فعلا بتعالج مشاكل كتير. والنهارده هقولك اشهر 9 استخدامات نقدر نعملهم بالفازلين. بس كل حاجه ليها مزايا وليها عيوب، والفازلين في النهايه يعتبر احد المشتقات البتروليه، علشان كده لازم ناخد بالنا. وفي نهايه الحلقه هقولك 4 حاجات ابعدي عنهم وما ينفعش انك تدخلي فيهم استخدام الفازلين لانه هيكون ضار ليكي. بس قبل ما ندخل على ال4 حاجات خليني اقول لكم ايه اشهر واهم واجمل 9 حاجات بنستفيد بيهم لما نبدا نستخدم الفازلين. واشهر استخدام للفازلين وهو انه يمكن استخدامه لتهذيب شعيرات الحواجب. يعني ايه؟ في حاله مثلا لو انتي الجل اللي بتستخدميه للحواجب خلص، هتقدري تحطي من الفازلين ده على الحواجب بتاعتك، هتلاقيه ان هو رسمهم بشكل كويس جدا وفي نفس الوقت عمل لهم عمليه تهذيب. كل ده بس انك هتستخدمي قطعه من القطن هتحطيها في الفازلين وتبداي تدهني الحاجب بيها. اما تاني استخدام مهم جدا وهو انه من المستحضرات التجميليه المهمه واللي بتستخدم في العنايه بصحه الرموش. ناس كتيره دايما بتعاني من مشكله الرموش الضعيفه، انا جبت لكم الحل الاكيد والممتاز. كل اللي هتعمليه انك تاخدي بس بعنايه وتحاولي تبعدي عن عينك، هتاخدي شويه من الفازلين وتحطيه على الرموش بتاعتك قبل ما تنامي، وهتلاقي ان هي مع الوقت اصبحت اكتر كثافه واكتر طولا وهتلاقي فرق مختلف جدا. اما بقى تالت واستخدام مهم جدا وهو ان انت لو بتعاني مثلا في خشونه الكوع او خشونه الركبه او خشونه الكعب، تقدري برضو تستخدمي الفازلين انك هتحطيه على المكان ده وتغطيه من بالليل للصبح يوميا كل يوم، هتلاقي فرق رهيب جدا والبشره هتتحول من التشقق والجفاف الشديد لبشره تشبه بشكل كبير بشره الاطفال. اما رابع فايده ودي مهمه جدا، لو كنتي دايما بتعاني ان انت لما بتحطي اي برفيوم او اي عطر مش بيدوم وبتلاقي ان ريحته خلصت بسرعه، الفازلين بقى بيعمل حاجه حلوه جدا. كل اللي انت هتعمليه انك هتدهني المعصم بتاع الايد او حته الكوع او الرقبه بالفازلين، وبعدين هتبداي ترشي الريحه فوق الحته اللي انت دهنتيها واستمتعي بقى، الريحه هتثبت معاكي اليوم كله. اما خامس استخدام وهو انه بعد الانتهاء من ازاله الشعر دايما المكان بيبقى ملتهب وبيبقى فيه احمرار شديد وبنبقى عايزين حاجه نهديها. لو استخدمتي اي كريم من الكريمات العاديه ممكن يعمل التهاب، لكن لما تستخدمي الفازلين على المكان ده هتلاقي يعني فعلا وفي وقت قليل حصل ترطيب والاحمرار بدأ يروح. اما سادس استخدام وهو انه مزيل ميك اب رائع، خاصه لو كنتي بتستخدمي نوع من انواع المزيلات وخلصت من عندك وعايزه تشيلي كل الميك اب اللي موجود على الوش، هتعملي حاجه بسيطه جدا وهو انك هتبداي تاخدي منه بحته من القطن وتحاولي توزعي على وشك كله، هتلاقي ان الميك اب بيطلع معاكي. بس خدي بالك اهم حاجه انك تغسلي وشك بعدين كويس جدا جدا علشان تشيلي كل الاثار بتاعته من على الوش. اما سابع استخدام وهو انه بيعمل كمقشر طبيعي للجسم. لو انت محتاجه مقشر يكون كويس وما
ومضمون وسعره قليل. كل اللي هتعمليه انك هتحطي شويه من الملح على الفازلين، وبعدين هتبداي تدلكي البشره بتاعتك بيهم، وبعدين مش هنطول، يعني اخرنا نستنى ربع ساعه وبعدين نغسل البشره. هتلاقي البشره بتاعتك بقت ناعمه جدا وما تكلفتيش اي حاجه، ما دفعتيش فلوس من حاجه موجوده عندك. الملح والفازلين الاتنين طبعا متوفرين، هتلاقي نفسك عملتي سكراب ممتاز جدا. اما تامن فايده مهمه جدا وهو قبل نزع الشعر من الحاجب علشان ما يوجعكيش او ما يعملش التهاب، كل اللي هتعمليه انك هتحطي قليل من الفازلين على الجلد اللي حوالين الحاجب وعلى الحاجب نفسه علشان يقلل الالم، وبعد ما تخلصي بشويه هتغسلي وشك وهتلاقي انه فعلا الالم قليل جدا جدا بالمقارنه لو انت مش حاطه الفازلين. اما تاسع واخر فايده، طبعا البنات اللي بيحبوا يعملوا التنت او يخرجوا بيه التنت اللي هو مورد الخدود. طيب ازاي من الفازلين نلاقي ان احنا هناخد النتيجه بتاعه مورد الخدود؟ كل اللي هتعمليه انك هتدهني الخدود بتاعتك بالفازلين، وبعدين لو عندك اي احمر خدود نفسه بس بيبقى البلاشر مش اللي هو القلم، لا البلاشر، هتحطي منه وتوزعي على الخدود، هتلاقي ادالك لوك حلو جدا وهو لوك التنت اللي ممكن تشتريه بسعر كبير او سعر غالي جدا. وبكده اتكلمنا عن اشهر 9 استخدامات بنستخدم بيهم الفازلين وفعلا بيفرقوا جدا بشكل كبير. تعالوا نعرف ايه ال4 حاجات اللي انا هحذر منهم واللي ما ينفعش تستخدمي بيهم الفازلين لانهم هيضروكي لو استمريتي بيهم لفترة طويلة. اول حاجه احذرك منها وهو استخدام الفازلين على الشفايف. طبعا ناس كتير جدا بتستخدم الفازلين على الشفايف علشان بيعتبروا ان هو بيطري، وهو فعلا بيرطب بشكل كبير، لكن المشكله ان الفازلين كثافته عاليه جدا، فلو انت استخدمتيه طول الوقت هيسد المسام وهيخلي ان الخلايا كلها الموجوده ما تتنفس، ومع الاسف مع الوقت هيعمل اضرار كبيره جدا. طيب ايه الحل يا دكتور؟ عندنا حل من الاثنين، يا اما نستخدم زبدة الكاكاو وطبعا في انواع كتيرة جدا منها، يا اما نستخدم الفازلين المخصص للشفايف واللي هيظهر قدامكم على الشكل ده، هو ده المشهور بتاع الشفايف. يعني ما تستخدميش الفازلين العادي للشفايف، لا استخدمي الفازلين المخصص بتاع الشفايف. اما تاني حاجة احذرك منها وهو استخدام الفازلين في المناطق الحساسة وتحت الابط. زي ما قلنا الفازلين كثافته عالية، علشان كده اللي هيعمله ان هو هيحبس البكتيريا في المناطق دي، ومع الوقت هيخلي الجسم يحتفظ بالسموم وما يعرفش يطردها بشكل كويس. ده غير ان هو تحت الابط هيعمل ريحة مش كويسة ابدا مع الوقت. طيب ايه الحل يا دكتور؟ بالنسبة للمناطق الحساسة لو عايزة تفتحيها، في هتظهر لك فوق، هنتكلم في فيديو مهم جدا عن كريم هنعمل بيه تفتيح للمناطق الحساسة. اما لو بتدوري عن كريم ممتاز برضو لتحت الابط ولا يسبب الاسمرار، هتظهر لك فوق برضو، ادخلي عليها، هنتكلم في حلقة بالتفصيل عن منتج اكتر من هايل لتفتيح المناطق اللي هو تحت الابط، وفي نفس الوقت مش بيمنع التعرق لكن بيدي ريحة ممتازة جدا. اما تالت حاجه هو الناس اللي بتحط الفازلين على الوجه وتسيبه باعتبار ان هو مرطب للبشره كلها، لا ما ينفعش تعملي كده، لانه الفازلين بيدمر كل الكولاجين الموجود على البشره، وبالتالي بيسبب يعني ان البشره تعجز بدري ويبدا يظهر عليها علامات التجاعيد. ده غير ان انت لو كنت بتحطي الفازلين وبتنزلي مثلا في الشمس هيحصل اسمرار شديد جدا للبشره، فانا بحذرك ان ما ينفعش تستخدميه للبشره تحت اي ظرف من الظروف او اي سبب من الاسباب. اما رابع حاجه احذرك منها انك اوعي تستخدمي الفازلين حول العين، لان حول العين بيبقى الجلد رقيق جدا، وبالتالي لو استخدمتي حاجه زي الفازلين هتضره، هتبقى عاليه الكثافه عليه، فبالتالي هتدي مظهر سيء جدا جدا. لو عايزه حاجه طبيعيه ممكن نستخدم ماسكات البشره اللي هي معروفه زي الزبادي وزي الخيار، او لو انت عايزه تتخلصي من الهالات السوداء، في فيديو هيظهر حلو جدا فوق بنتكلم فيه عن اشهر الكريمات اللي بتعالج موضوع الهالات. اتمنى اكون قدرت افيدكم في نهايه الحلقه وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.